موجودين أمام محكمة منيا القمح. النهاردة كانت جلسة الاستئناف عن الحكم لقاتل ياسين، واللي خد حكم قبل كده ب5 سنين لقتله ياسين عن طريق دهسه بسيارة للتوك توك اللي كان ياسين راكبه هو واخوه، كانوا متوجهين الى المدرسه. احنا معانا دلوقتي والده ياسين، هنعرف منها اللي حصل في الجلسه بالظبط، وهنعرف منها اخر التطورات. مساء الخير يا ام ياسين، قولي لنا ايه اللي حصل النهارده في الجلسه. النهارده كانت جلسه الاستئناف. بس الصوت شويه عليه شويه. وهي اتاجلت مرتين قبل كده عشان 25 يناير. تمام. والنهارده يعني عادي، يعني زي في اي جلسه، هم المحامين تبعهم قدموا الدفاع بتاعهم بس كل حاجه كده برضه زي المره اللي فاتت بالظبط. زي المره اللي فاتت برضه قالوا ايه في الجلسه؟ قال ان هو ما هربش، ما حاولش ان هو يهرب وساعدهم، اما ده ما حصلش. يعني حتى الفيديو مبين كل حاجه. طيب احنا الاول عايزين، ما اي حاجه من اللي هم قالوها. يعني هو حتى يعني في الاول خالص لما قلت ان هو حتى ما هنش عليه يوقع على اولادي يشوفهم، ما هنش عليه يشوف محمد وهو مرمي على الارض، ما هنش عليه يشوفهم. فين المساعده اللي هو قدمها؟ لا طلب اسعاف ولا شاف ولادي ولا عمل اي حاجه، وكان هيهرب. يعني هم قالوا ما حاولش يهرب، بس هو كان هيهرب. طب نقول يعني هو دهسه بالعربيه، كان بيسوق بسرعه، طير التوك توك. جاي طريق مخالف، جاي طريق مخالف وجاي من بعيد كمان. يعني ايه الاهمال ده؟ ايه الاهمال ده؟ انت ايه اللي خرجك عن طريقك؟ ايه اللي خرجك عن طريقك وانت شايف التوك توك وهو يعني هو الطريق اللي كان ماشي فيه اصلا مخالف. هو ماشي عكس مخالف. وولادي محمد شافه، محمد قال يا ماما ده هو جاي من بعيد وشايفنا. محمد كان مع ياسين، عمال يعمل حركات بالعربيه. محمد ابني. تمام. طيب قولي لنا، يعني هو لما دهس ومشي فعلا زي ما بتقولي، ولا زي ما هما بيقولوا ان هو يعني لا ما جريش؟ هو ما مشيش. ايه اللي حصل؟ هو مجرد ما الحادثه حصلت الناس كلها اتلموا، نزلت من عربياتها وكله جري على اولادي ومسكوه برضه. الناس مسكته، اول حاجه مسكته وخدوه. يعني في الفيديو واحد جابوا شده وجابوا على ياسين، قال له شوف انت عملت ايه، قال له شوف انت عملت ايه، ودي باينه في الفيديو. جابوا وقفوا قدام ياسين كده وقال له شوف انت عملت ايه، شوف انت خبطتك عملت ايه في العيال. منه لله وحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب قولي لنا، يعني هو طالب صح؟ اللي عمل العمله دي طالب؟ حاولوا يتواصلوا معاك وحاولوا يكلموك واهله يعني يخفوا من وتيره الوجع عندكم شويه. انا اول مره يعني الحادثه بقى لها 3 شهور، اول مره اشوف والدته النهارده. اول مره يعني اعرف والدته. هي لا هي ممكن تكون شافتني قبل كده في بس اول مره اشوفها النهارده، ما شفتهاش ابدا. بقى لنا 3 شهور اهوت، يعني حتى ما فيش خالص. طيب احساسك ايه هم جايين عشان يخففوا الحكم؟ يعني حاسه بايه ان هم جايين بيستأنفوا عشان يخففوا حكم يعني زي ده؟ انا في نار جوايا، يعني في نار جوايا. هو ابنهم بس في غلط، في غلط. ايوه في غلط حصل، ولازم يعني انا لو اطول اديله عمره كله يقضيه في السجن هديه. ده غير اللي عمله في ولادي. ماشي يا ابني محمد لحد الان ما راحش المدرسه. محمد ما راحش مدرسته بساعه الحادثه. محمد كان معاه في الحادثه. ايوه. خايف يروح المدرسه. محمد ايه؟ محمد يعني لحد يومنا هذا ما راحش خالص مدرسه. ما راحش خالص. حسبي الله ونعم الوكيل. ماشي، نتكلم مع المحامي. اهلا وسهلا يا فندم، عرفنا بحضرتك. علاء سيد احمد محمد الله. ايه اللي حصل النهارده في الجلسه؟ تفاصيل الجلسه. الحمد لله القضيه مشيت زي ما احنا برضه عايزين ان شاء الله. هم بيحاولوا يغلطوا الاحداث والوقائع، انما كل حاجه عندنا ثابته بكاميرات وثابته بمسجلات وثابته بمعاينه المباحث وثابته بمعاينه النيابه اللي اكدت ان المتهم كان بيسير برعونه، واكدت ان المتهم بيسير عكس الاتجاه. وان شاء الله باذن الله انا متوقع باذن الله تأييد الحكم ان شاء الله. طيب ان شاء الله يعني الحكم النهارده باذن الله، ولا ممكن تتاجل؟ لا انا اتوقع بنسبه كبيره ان القاضي هيحجز الحكم لقراءتها. طيب هم استندوا على ايه يعني؟ هم لم يقدموا جديد، هم فلاشه بتصور من اتجاه تاني. هو التصوير لو صورنا من 10 اتجاهات هي الواقعه واحده. الواقعه واحده فعلا. من خلال
يعني هم قدموا فلاشه جديده؟ قدموا فلاشه جديده آه. من اتجاه اخر، كأن من هيبان اتجاه فيه إن آخر. سواق التوك توك كان ماشي في حته ثانيه. هو اللي ماشي العكس. المحكمه تفهمت الوضع، واحنا برضه قدمنا فلاشه حديثه جدا طبقا لاحدث تصوير للواقع اللي شهدته النيابه، وعلى اساسه قالت في معاينتها ان المتهم كان بيسير بسرعه جنونيه وبيسير عكس اتجاه السيارات. ان شاء الله هي العقوبه اخر عقوبه هو واخدها 5 سنين 5 سنين و6 اشهر، يعتبر دي اقصى عقوبه يا فندم؟ عقوبه في واقع زي الواقع. محكمه اول درجه تاكدت وتيقنت ان المتهم تجاوز الحدود المعمول به، فلذلك طلع بالعقوبه الاقصى عقوبه. ايوه تمام. ان شاء الله متوقع التجديد ان شاء الله. طيب عايزين بقى كلمه منك تقولي لهم ايه يعني بعد اللي عملوه النهارده والفلاشه الجديده اللي هم قدموها وقالوا الكلام ده ان هو ما كانش بيسوق بسرعه؟ اقول لهم ربنا موجود وربنا هو المطلع، يعني ربنا هو اللي شاف كل حاجه قبل كل حد، وان شاء الله ربنا مش هيضيع حق اولادي باذن الله، ربنا مش هيضيع حق اولادي ابدا. يعني كل واحد مهمل هياخد جزاءه، ولازم يبقى عبره لغيره، لازم يبقى عبره لغيره، لاي اب لاي ابن يحاول ان هو يعمل نفس اللي حصل دوت. ما هو انت مخرج ابنك على اساس ايه؟ يعني لا بيعرف يسوق ولا معاه رخصه وطفل، يعني انت مخرجه يعمل ايه؟ مخرجه يقتل في ولاد الناس؟ ما هو ده معناه. يا اما تخليه يلعب قدام بيتك، يلعب قدام بيتك، ما تخرجوش يمشي على طريق يقتل في ولاد الناس كده. يعني ذنبنا احنا ايه؟ ذنب ولادي ايه؟ ذنب ولادي ايه؟ انا مش هسيب حق ولادي ابدا. الطالب ده عمل حاجه قبل كده، له مثلا حوادث قبل كده؟ الله اعلم. ما حاولتوش ان انتوا تعرفوا يعني؟ لا الله اعلم بيه، الله اعلم. بس احنا اللي يهمنا احنا يعني اللي حصل معانا، اللي حصل مع اولادي يعني. طب ايه طلباتك؟ يعني قولي لنا بتطالبي بايه؟ انا بقول لك لو اطول ان انا اخليه يعيش طول حياته في السجن اخليه يعيش، نظرا لمحمد ابني فيه. مش عايزه حاجه اكتر من كده. ربنا يعني يرحم ياسين ويصبرك، وان شاء الله يعني احنا القضاء بتاعنا قضاء عادل، وان شاء الله العقوبه دي هتتأيد عليه، ويعني وهتبقى نقطه في حياته ان هو يعني درس ما يعملش اي عمل والله عشان يبقى عبره لاي واحد زيه يمشي بالمنظر اللي كان ماشي بيه على الطريق ده. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني زي ما احنا سمعنا النهارده كانت جلسة الاستئناف بالحكم على قاتل ياسين. هو كان واخد حكم بالحبس 5 سنين و6 شهور. الأسرة طبعا قدمت استئناف على الحكم ان هي تخفف العقوبة، والنهارده كانت جلسة الاستئناف. أسرة ياسين يعني بتطالب اصلا ان هو تتضاعف عليه العقوبة، مش مجرد 5 سنين وبس، نظرا يعني اللي هو انهى حياة ابنهم الطالب اللي كان لسه في مقتبل حياته اللي في 4 ابتدائي، وكمان سبب اثر نفسي سيء لاخوه محمد اللي كان معاه وقت الحادث.